الشاب العراقي. اكيد استديو الله يساعدك. حلو. انا ساعتين اقدر. الله يساعدك. اكيد انا حسيت بالمعاناه اللي عندكم وشفتكم طبعا. استاذ فاضل العسكر، كتبت الكثير من الاغاني للفنان العراقي الشاب هيثم يوسف، واكيد انا من محبي الفنان هيثم يوسف. كتبت عيونك حلوه، تحياتنا طبعا للفنان هيثم يوسف. كتبت اغنيه عيونك حلوه وظلمتني واسمع منك. يا حبذا انا ادري بصوتك شويه حلو بحلا، تغني لي اغنيه من اغاني هيثم. لا تورطني، لا انا ما دعت. لا ما اقدر والله. لا تسافر. لا اكسر. شو بدك تغني تدندن ويا فراس؟ المطربين كلهم اكسر يعتزلون ما يخالف، احنا بنسمع صوتي يعتزلون. اوكي، كلمات الاغنيه اي كلمات من الاغاني اللي كتبتها لهيثم يوسف؟ مسموعه، هي الاغاني كلها مسموعه. انت طالبني بنص جديد انا كاتب، اقول لي شنو يعني. اتمنى عدني انا ما جاي على جديدك. يلا اوكي يلا جديدك. قصدك الهيثم يوسف؟ لا انا هسه علي جوهر كتبت هسه اغنيتي. علي جوهر اغنيتي هسه يشتغل بيهن. اوكي اريد جديدك. وعز اثنين عندنا من ابونا. اوكي يعني جميله اغنيه اداها نمير عبد الحسين. هواي قدم مظفر الامير. تحياتنا له، تحياتنا كلنا. تحياتنا للفنانين مظفر الامير ونمير عبد الحسين، تحياتي لهم. اخواننا الفنانين الموجودين بالساحه، علاء الشاعر تحياتنا له. اخوي وصديقي العزيز علاء الشاعر، تحياتي لك يا علاء. قبله عمي قبله. مشتاق لك هواي والله مشتاق. استاذ فضل، اوكي لعد اريد تسمعنا اخر اغنيه كتبتها لمن؟ علي جوهر لو اليوم مطرب قلت علي جوهر. اسمعك اغنيه وطنيه. اوكي ولو بالشكل المختصر يعني خما احراج. لا ليش وطنيه؟ بالعكس اكو احلى من الوطن اغاني والشعر. استاذ على اخر اغنيه كتبها لي بالسياره. حلو، يلا نسمع الاغنيه الوطنيه من عندك استاذ فاضل العسكر. يا وطن يا برد، يا وطن يا برد، كل صيف ننتظره، وين الربيع القلت تستاهل الفقر. طاحت اوراق الشجر، مو ورق لكن بشر، معناها راح انتهي وتتحول الصحراء. يا وطن وش تظن ايامنا براحه؟ لا والله يا موطني ما شفنا كل راحه. آهات حيرة وندم وأيام صارت عدم، والعيد ما ظن يجي خلانا بالحصر. يا عراق لا تنزعج، ابنك أنا وإنسان، جاوبني وين الخلل يا سيد الأوطان. لا تقول صوت الشعب مظلوم مثلك تعب، وخلص حياته نكد والخنجر بظهره، وين الربيع القلت تستاهل الفقر. الله أشكرك. الله عاشت الحناجر، واكيد استمتعنا احنا كقناه اشور الفضائيه والجمهور الحبيب اكيد بالاشعار الحلوه وبالغناء الجميل من قبل المطرب الشاب فراس الجسمي والشاعر العراقي فاضل عسكر. في الختام اريد من عندكم تحيه توجهوا الى قناه اشور ومشاهدي قناه اشور والى الشعب العراقي البطل. كل التحايا وكل اللي محبة والعرفان بالجميل لقناة آشور الرائعة العراقية. ولهذا السبب حقيقة أنا بادرت، إذا لو تسمح يعني قد تكون متفضلة عليك، قدمت لها تايتل لأخي وحبيبي المبدع المتحدث معي والمتحاور معي لبرنامج أفكر وأربح ولقناة آشور الرائعة، مقدمة يا رب يقبلوها إن شاء الله، لأن هي تمثل هاجس ونبض العراقيين وآشور وما أدراك ما آشور. ورب يوفقكم ويوفق كل الكادر، أخي المصور والمخرج وكل العاملين من أصغر واحد إلى أكبر واحد. يا رب التوفيق والسلامة للعراق والعراقيين بهذه القناة وهذه الإطلالة الرائعة من هذا الوجه الشريف. أشكرك. طبعا تحيات المخرج بهاء البير لك، وتحيات المونتير آرس وسفيان لك، وتحيات المصور بيرق زكي لك، وشكرا لك يا استاذ فضل العسكر على شعورك الجميل تجاه كادر برنامج فكر واربح وقناة اشور الفضائية. كلمة أخيرة مطربنا العزيز فراس الجسمي إلى قناة اشور ومشاهدي قناة اشور. والله صراحه يعني علاوه انت برنامج مالتك مبدع وحلو، والله شاهد يعني انا اتابع البرامج مالتك عفوا كلها وبالبيت، وقناه اشور كم كذلك يعني هي فرفشه وبرامجها حلوه، وان شاء الله اتمنى انه يعني القناه تظل
يعني تمشي ابداعها اكثر واكثر، والنجاح والموفقيه الها زين. ومثل ما انتم يعني تتعبون وتسهرون للشيء اللي توصلونه حلو تقدمونه للناس البرنامج، احنا كذلك نتعب ونسهر، وان شاء الله احنا وانتم نتعاون بهاي القناه الحلوه قناه آشور، ونتمنى لكم موفقيه ان شاء الله والنجاح لك وللكادر اجمعين. شكرا جزيلا. الله يسلمك. طبعا انا ممتن لجيتكم الى قناه آشور الفضائيه، واشكركم شكرا جزيلا وتحياتي لك. شكرا جزيلا استاذ فاضل، شكرا جزيلا فراس الجسمي. هكذا انتهت حلقه اليوم من برنامج فكر واربح. احبتي المشاهدين، تقبلوا تحيات المخرج بهاء البير لكم، وتحيات المونتيرة آراسيو سفيان، وتقبلوا تحيات المصور بيرق زكي، وتقبلوا تحياتي في الاعداد والتقديم علي الدلوي، وتحياتي الى جميع الاصدقاء الذين يراسلون عن طريق ايميل البرنامج فكر واربح @yahoo.com، وعن طريق الفيسبوك علي الدلوي بالعربي. نلتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله، نقول إلى اللقاء.